ازيك يا ست الكل؟ اشربي قهوتك وتعالي نتكلم مع بعض النهاردة عن موضوع يهمنا كلنا. هنتكلم النهاردة عن الثقافة مش بس كتب أو معلومات. الثقافة الحقيقية هي طريقة تفكير وأسلوب لحياتك، وأخلاق بتظهر في كلام الإنسان وأيضا في تصرفاته. فالإنسان كل ما زادت عنده الثقافة النافعة زاد وعيه واحترامه لنفسه وللناس. طب إيه هي الثقافة؟ الثقافة اللي يبقى عندك معرفة، اللي أنتِ بتعرفي تتكلمي، اللي أنتِ تحترمي الآخرين، اللي أنتِ تفهمي الحياة بطريقة صح، ويبقى عندك تعلم مستمر في كل مجال الحياة. الشخص المثقف أو الواحدة المثقفة مش لازم تكون حافظة الكتب، ولكنها بتبقى إنسانة واعية وفاهمة وعندها أدب وطريقة تفكير راقية. فالثقافة هي اللي انت تعرفي تتعاملي مع الناس بأسلوب لبق بأخلاق، ما بتحتقريش حد سواء كانت واحدة أقل منك في التعليم أو في الجمال أو في الحالة الاجتماعية أو غيره. وأيضا الثقافة اللي انت تبقي إنسانة مشغولة بنفسك وما تتدخليش في حياة غيرك من النساء، واللي انت تحبي الخير للناس وما تبقيش واحدة حقودة أو شديدة الغيرة. وعايزة تتثقفي أكتر، طوري من نفسك، طوري في عقلك، طوري في إزاي ترتبي بيتك، طوري إزاي تتعلمي طرق الطبخ وتهتمي بنظافتك ونظافة أطفالك. فالواحدة المثقفة بتبقى واحدة رائعة في كل شيء، وبتسعى للأفضل في كل مجالات الحياة. بتسعى اللي تربي عيالها وتعلمهم أمور دينهم من الصلاة والخوف من الله وغيره. بتسعى اللي هي تبقى إنسانة متجددة ومتغيرة سواء في لبسها أو في روتينها اليومي. بتسعى اللي هي تبقى عندها كل يوم جديد في يومها. فالمثقفة بتبقى إنسانة بشوشة لطيفة، ما بتكونش واحدة نكدية ومتشائمة. وأيضا حاولي اللي انت تثقفي نفسك بالقراءة، اللي انت تقرأي من كتاب مثلا بتحبيه، ولو هتقرأي كل يوم 10 أو استغلي السوشيال ميديا بدل ما تضيعي الوقت كله في حاجات ما بتنفعش. استغلي مثلا الوقت في اللي انت تسمعي بودكاست أو أي حاجة تكون مفيدة. حاولي ان انت تعرفي أخبار العالم سواء في التكنولوجيا أو في الأخبار أو في الاقتصاد، علشان تبقي واحدة واعية وفاهمة الحياة وفاهمة كل اللي حواليك. اسمعي أكتر ما بتتكلمي، في أي قعدة اسمعي وجهات نظر الناس المختلفة. فالثقافة هي تقبل الاختلافات، وإنك تفهمي إن الحقيقة بيها كذا وش. اتعلمي مهارة أو لغة، فاللغة بتفتح ليكي عالم جديد تماما بمصادر معلومات مختلفة. فوجود لغة تانية بجانب العربي ده بيخلي عقلك أنشط وقدرتك على استيعاب الثقافات التانية أعلى. نصيحة أخيرة، الثقافة رحلة مش سباق. ما تضغطيش على نفسك، خليكي واعية بس فضولية، وبتحبي تعرفي السبب ورا كل حاجة بتقابلك. وهتلاقي نفسك مع الوقت بقيتي شخصية ملهمة ومثقفة جدا. وقدوتنا في ذلك السيدة عائشة، كانت من أعلم الناس في عصرها، مش بس في الدين بل كانت مرجع في اللغة والشعر والطب. وده معناه إن الدين عايز الواحدة تبقى مثقفة وموسوعة من المعلومات.